لو أولادِك بقى مضيّعين فلوسِك عليه، تعالي أقول لِك إزاي تعمليه في البيت وأحسن بكتير من بتاع برّه. في الأول خالص كده معانا نُص كيس من المكرونة وهنقطّعه أو هنكسّره ل3 أجزاء. بعد كده معانا بقى مَيّة مغلية هنحط فيها شوية ملح وكمان شوية من الزيت، وهننزل عليها بالمكرونة وهنقلِّب باستمرار لحد ما المكرونة تكون كده إيه، داخلة على السِوَى. هناخدها بقى ونصفّيها كويس، وبعد كده بقى هنجيب مَيّة مغلية نحط فيها شوية ملح صغيّرين، وهننزل بالمكرونة ونسيبها كده تغلي حوالي غلوتين 3. هنجهّز بقى أحلى طشة إن إحنا بنجيب كده حوالي 3 معالق كبار من الزيت، وشوية بقى بهارات عبارة عن معلقة صغيرة من الملح، بهارات فراخ، شوية من الكركم، توم بودرة، بصل بودرة، بابريكا، وهنخلطهم بقى لحد كده ما نشم ريحة البهارات الجامدة دي، وهناخد الطشة القمر دي هنحطها بقى على المكرونة. عايزة أقول لِك أحلى أندومي ممكن تعمليه في البيت هو اللي بيتعمل بالطريقة دي. جربيه لأولادِك ولايك بقى لو عجبكم الفيديو، وربنا يحسن ما بين إيديكم، وبألف هنا وشفا، ويا ريت ما تبخلوش على الفيديو بلايك.